بلغه الارقام الاهلي لا يعرف الانهيار. صعب قوي اللي انت تلاعب النادي الاهلي وهو في مستواه. صعب اللي انت تقدر تكمل مع الاهلي وتفتكر نفسك اللي انت تقدر تاخد السوبر من النادي الاهلي. يعني اكبر المتشائمين كان عارف ان النادي الاهلي هيكسب. لو كنا تابعنا اللقاء او شفنا اللقاء، نادي الاهلي لغايه الدقيقه 70 ماتش من طرف واحد. نادي الاهلي ضاغط، نادي الاهلي بيضيع 7 8 9 اهداف. نادي الاهلي هو اللي ليه السياده، وكأن السوبر اهلاوي وكلنا اقتنعنا، لغايه طبعا مع الخطأ بتاع شوبير. خطأ ساذج كالعاده. مره قبل كده مع الشناوي، والوقت بيكررها شوبير ليخطف قلوب الاهلاويه ويحرز السعيد هدف مباغت في وقت صعب جدا، والماتش يبدا ان هو يرجع لفيوتشر، ومين شوطه بتغير اتجاهها تحس ان اللقاء فيه حاجه غريبه. نادي الاهلي كان ليه الغلبة في كل شيء لغاية الدقيقة 75 وتغير الحال. وحتى لما تغير الحال نادي الأهلي برضه هو اللي كان ليه الصدارة، وهو اللي ماسك اللقاء من أوله لآخره. وأهلا بكم في قناة وليد حلمي الأهلاوي. فضلا وليس أمرا اللي ما تتابعش قناة وليد حلمي الأهلاوي تابعني وفعل زر الجرس يصلك دائما الجديد. اعذروني نبرة الصوت ضعيفة، مش هنقول ان هي حزينة، ولكن اللقاء النهارده اتحطينا في اختبار للكرة المستديرة او الساحرة المستديرة. لقاء ما بيحصلش كتير، اللي انت تمسك اللقاء من اول الماتش لغاية اخر الماتش او لغاية الدقيقة 70 وانت مسيطر ومضيع. بريستاو مضيع 3 اهداف، امام عاشور مضيع كورتين، كهربا مضيع كورة، حسين الشحات مضيع كورتين. اهداف بالجملة ضيعة، بخلاف الاهداف اللي بالجملة ضيعة انت اللي متسيد اللقاء في كل شيء. تمام، حتى نسبة الاستحواذ، وكأن فرقة فيوتشر ما حضرتش بالمرة. إلا إن يشاء السميع العليم زي ما بيقول كده بهفوة من حارسنا شوبير، مصطفى شوبير، وبخطأ هنقول إن هو فادح بصراحة. تمام، يقدر نادي فيوتشر يحرز الهدف الأول في الدقيقة 70 ليبقى النتيجة 2-1، وبكورة مباغتة بشوطة بتغير اتجاهها بتسكن الشباك ليكون التعادل، وسط صدمة لجماهير النادي الأهلي وصدمة جماهير الناس اللي حضرت اللقاء في الاستاد، وصدمة ليا أنا شخصيا. فكنت برضو عارف ان النادي الاهلي معودنا دايما في البلاس 90 بيقدر ان هو يسجل، ولكن الكورة برضو ابت ان هي تسكن الشباك. وشوتين اضافيين 15 دقيقة و15 دقيقة. اول 15 دقيقة تحس برضو ان النادي الاهلي مش هو النادي الاهلي. ليه؟ لان طبعا كولر مغير كل الناس اللي تقدر تصنع الفارق، زي كهربا، حسين الشحات، بيصنعوا طبعا فارق. بريستاو برضو مع ان هو بيضيع كتير بس ما تقدرش تستغنى عنه في الملعب، بيصنع الفارق يا جماعة بطريقة رهيبة، ووجوده في الملعب اساسي ولازم. فبالتالي انت غيرت 4 تغييرات. برضو تحس ان الفرقة بقى الناس اللي تقدر تصنع الفارق كلها طلعت. فده اللي خلانا نبقى حاسين ان الفوز هيتأخر، او ممكن ان احنا نفوز بس بشق الانفس زي ما بيقولوا، وبكوره غريبه، كوره عجيبه. مودست دلوقتي يفرح جماهير النادي الاهلي بصراحه ربنا. الجون اللي هو جابه هل يشفع له؟ ما اعتقدش بصراحه، لان حتى لو انت جبت جون، حتى لو انت جبت لنا الكاس، حتى لو انت جبت لنا بطوله، لكن ادائك في الملعب مش هو الاداء اللي يمثل النادي الاهلي وخطوره النادي الاهلي. بعد كده يجي كريم فؤاد وبكوره قدر يعافر فيها ويقتنصها ويحطها في الزاويه اليمنى لجندش، اللي طبعا كان حاسس ان الماتش هيروح لضربات جزاء وهيبقى ليه دور السحري في فوز فيوتشر. ولكن لعيبه النادي الاهلي تأبى ذلك، لان النادي الاهلي نادي البطولات يا جماعه، نادي البلاس 90، نادي اللحظات الاخيره، لان دايما اللحظات الاخيره بتبقى سعيده اكتر من البدايات. بس الماتش النهارده وكرة القدم علمتنا حاجات كتير قوي. اوعى تفتكر ان الماتش خلص حتى لو انت ناقص 5 دقايق. لا، العب بجد والعب باهتمام كأن اللقاء لسه في اوله، لان الماتش النهارده كان ممكن يضيع.
كان ممكن يضيع، مع ان انا كنت شاكك، لان النادي الاهلي برضه بيقدر ان هو يحرز وبيقدر ان هو يكون ليه شكل، حتى لو في 5 لعيبه ناقصه عن النادي الاهلي اللي هم طلعوا. التغييرات بتاعت النادي الاهلي، محمد طاهر قدر ان هو يصنع كورتين، وكان ممكن في دقيقه 93 في الشوط الثاني كان ممكن ان هو يسجل ونخلص من الكابوس ده ومن القصه دي. لكن انا بقول ان النادي الاهلي نادي دائما بيصنع المعجزات في اوقات المعجزات. نادي الاهلي النهارده يفرح 80 مليون، ومعلش بقى لجمهور نادي الزمالك وجمهور الفرق التانية الكارهه للنادي الاهلي، ودول كتير قوي قوي قوي، واشباه الاعلاميين اللي احنا بنشوفهم كل شويه وبيطلعوا يقول لك نادي الاهلي اكثر شهره في العالم كله، يعني حتى مش في الوطن العربي، حتى مش في مصر، لا انت بتتكلم في العالم كله. فطبعا خبل زي ما بيقولوا وهبل، هو ده الارث اللي ورثه شويه الاعلاميين من رئيس نادي ابتدى ان هو يهلفط بالكلام والناس دي بتقلده. فعادي ممكن يقول لك نادي الزمالك هو احسن نادي في الكون، قول زي ما تقول، الكلام مش بفلوس. فنخلينا في فرقتنا زي ما بيقولوا. وبدأ اللقاء زي ما احنا شفنا بكوره بتاعت بيرستاو، لكن حطها فوق يا جماعه، فوق العارضه. ومش الكوره دي بس، لا ده في كورتين 3 بيرستاو. على قد ما انت بتقدر تدي للنادي الاهلي وبتصنع الفارق، لكن بتضيع كور كبيره جدا. يعني كان في كره انفراد انت ضيعتها، انفراد صريح، زي الكوره كده بتاعت برضو كاس العالم لما لعبنا الفريق البرازيلي، والكوره اللي حطها بالهيد في ايد الحارس، نفس الكوره. فبالتالي لازم يتدرب على الكوره دي، لان الكوره دي كان ممكن اللي احنا نستريح اكتر واكتر والموضوع يبقى منتهي. لكن علامه استفهام على بيرستاو، مع اني انا بحبه جدا لكن بيضيع كور كتير. حسين الشحات ابدع كالعاده، هو وامام عاشور. امام عاشور ليه فعل السحر لما بيكون موجود، تقدر اللي انت تعتمد عليه في كل حاجه. فبالتالي ده ضيع 3 جوان، وده ضيع جونين، وده ضيع جون. فبصراحه ربنا 7 8 اهداف كان النادي الاهلي اولى بيهم. ولكن الهدف الاولاني بتاع كهربا والفرحه الاولى لجماهير النادي الاهلي، وفرحه كهربا النهارده اسعدت قلوب الجماهير كلها. وبعد كده احرزنا الهدف الثاني مع تضييع الاهداف، حسينا ان اللقاء خلصان، لان فيوتشر ما كانش ليه اي وجود في اللقاء بصراحه. حتى لما احرز هدف التعادل انت ضيعت ايه؟ كوره مش اكتر من كده، لكن ما فيش خطوره ولا في يعني المذيع كان بيقول لي، او اللي بيعلق على اللقاء بيقول لك تحيه لفيوتشر. تحيه على ايه؟ ده الهدف الاولاني احنا يعتبر مدخلينه في نفسنا، والهدف الثاني الكره غيرت اتجاهها بعد ما خبطت في المدافع. فبالتالي معلش نادي الاهلي هو البادئ، وهو اللي قدر يوصل للكأس اللي كلنا طبعا ساعدنا بيها. فألف مبروك للنادي الأهلي، وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما هو مصدر السعادة في كل الأوقات. خدنا الدوري، خدنا أفريقيا، لعبنا كأس العالم للأندية وأحرزنا البرونزية، ودلوقتي كأس السوبر، وقبل ده كله كسبنا كأس السوبر في بداية الموسم اللي فات. فبالتالي نادي الأهلي معودنا دايما من نصر لنصر بيفرحنا. اما في حاله التعادل احنا بنحزن جدا، وده اللي احنا واخدين عليه، مش زي الفرق التانية. طبعا شفنا المركز الثالث والرابع النهارده بيراميدز قدر بضربات الجزاء ان هو يفوز 5-4 على الفرقه اللي الاهلي يكسبها. والله انا معلش اعذروني، النهارده حاسس بدوخه شويه من اللقاء، وطبعا اللقاء لسه خالص دلوقتي والكاس بيترفع، فالف طبعا مبروك. فنادي الاهلي كسب سيراميكا كليوباترا، قصدي نادي بيراميدز كسب سيراميكا كليوباترا بضربات الجزاء. وبصراحه لا وجود لبيراميدز مع الكبار. النهارده شفنا اللقاء كان المفروض يخلص 3-4 لسيراميكا كليوباترا، ولكن طبعا احنا عارفين ان ضربات الحظ الترجيحيه بيبقى ليها عامل كتير جدا، وفي توفيق وحاجات زي كده كتير. فمعلش قدر ان هو يحرزوا البرونزيه. وطبعا احنا شفنا اللقاء، نادي في بيراميدز ما حضرش ومش هيحضر، لان هو نادي احنا عارفين غلاوي قد ايه. فانا مش هطول عليكم اكتر من كده.
يا ريت اللي ما تابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي تابعني، فعل زر الجرس دائما يصلك الجديد، واشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.